الشاعر مصطفى منصور الأمين العام المساعد لاتحاد المبدعين العرب ومنسق هذه الاحتفالية بين الثقافة والشبان المسلمين لإحياء ذكرى 43 لنصر أكتوبر المجيد، الرسائل التي تود أن ترسلوا بها من هذه الاحتفالية أستاذ مصطفى. هو الرسالة مبدئيا الأول كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الاحتفالات بأكتوبر، بنهنئ الشعب المصري كله وبنهنئ الشعب الغربية بمناسبة العيد القومي للمحافظة. الرسالة اللي عايزين نوصلها واللي ياما نادينا بيها تفاعل المؤسسات كلها مع بعضها، يعني أن تتعاون المؤسسات المنوط بها خدمة الشباب وتثقيفه، يعني مع الثقافة، المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لابد أن تقوم بدورها المنوط بها. كل جمعية مكتوب فيها علشان يتوافق عليها من الشؤون الاجتماعية النشاط الثقافي، وللأسف الكثير من الجمعيات لا تفعل هذا البند في أهدافها، ما بتقومش بيه كما يجب. احنا لقينا ان في استعداد من جمعية الشبان المسلمين انها تطبق النظرية معانا والمبادرة ديت بانها تعمل هذا التعاون مع الثقافة في الغربية، ورحبنا جدا بالفكرة ورحبنا بالتعاون ده. وكان اللقاء النهاردة الحقيقة تتويجا لهذا البروتوكول. بعد كده الثقافة هيبقى لها عروض بشكل مستمر في الشبان المسلمين في الجمعية، عروض مجانية، خدمة ثقافية مجانية لجمهور طنطا والأهالي المنطقة هنا المجاورين للشبان المسلمين. يعني احنا بنبقى سعداء ان يبقى في حتة مكان منور ثقافيا، عايزين الجامعة تتعاون مع الثقافة، الشباب والرياضة تتعاون مع كله من أجل الشباب، كله من أجل الشباب أولا. هذا الشباب اللي فعلا عصب الأمة، واللي الرئيس السيسي قال إن عام 2016 هو عام الشباب. يعني احنا عايزين الناس مش المسؤولين الحقيقة يتحركوا من مكاتبهم، عايزين التربية والتعليم تتحرك في الأنشطة، لأن لما نقول التربية والتعليم كان المقصود من التربية أيضا الأنشطة التربوية من مسرح لثقافة لصحافة لإذاعة لكل الأنشطة اللي موجودة. فأنا الحقيقة بنادي كل المؤسسات اللي موجودة في البلد أن تتفاعل وتتعاون مع بعضها. في الآخر بإمكانياتنا هي مش هنزود حاجة، لكن في الآخر هنقدم خدمة حقيقية لهذا الجيل من الشباب اللي ذنبه في رقبتنا كلنا، ذنب ثقافته في رقبتنا كلنا، ذنب تنويره وعودته إلى تراثه وعودته لثقافته ولسلوكه القويم، سلوك الشعب المصري، ولحمايته من التطرف والإرهاب وكل الأفكار الظلامية. دي مسؤوليتنا كلنا كمؤسسات منوط بها حماية هذا الشباب من أي فكر دخيل أو أي أفكار ظلامية. شكرا لحضرتك. شكرا ليك يا أستاذ شاكر، ودايما في تقدم. شكرا.